اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، وطبعا ما تنسوش اهم حاجه تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نشوف بقى النهارده هنعمل ايه، والفيديو النهارده يستاهل بصوا لايك كده وكومنت جميل منك علشان تحفزيني كده وتحمسيني بقى ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر الفتره الجايه. بس الفيديوهات طبعا الفتره دي كلها كده ايه، نشاط من القلب للقلب. طبعا الحمد لله يعني العاصفه جت في صف المره دي وما عملتش حاجه بدري، والشقه الحمد لله كانت لسه يعني اللي هو ايه، انا لسه كده على البر يا دوبك. هو اللي كنت عملته قبل العاصفه هي اوضه النوم بس، وهي كده اصلا جوه يعني فما بيطلعهاش التراب قوي، بس هو برضو لقيتها مليانه تراب بعديها. بس الحمد لله يعني اللي جت ايه على قد حاجه واحده. باقي الشقه بقى يعني بصوا قمت كده ايه، هاكل كده الشقه حته حته عشان اخلص بسرعه قبل رمضان. طبعا ده روتين الناس المستعجله جدا جدا. طبعا انا عارفه ومتاكده ان في كتير زيي. لو انت زيي ولسه كنت برضو بتنضفي الايام دي فاكتبي لي بقى في الكومنتات وقولوا لي. كمان عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب، على الابواب خالص يعني كلها تلات ايام تقريبا وهنكون اول يوم رمضان. فحابه بقى ان انا النهارده كده اعمل معاكم روتين في اوضه الاطفال علشان اخلصها بسرعه كده، ما فاضلش معايا اوضه الاطفال هعملها معاكم النهارده. كده فاضل معايا بس المطبخ والتلاجة وافرش بقى الشقه ونفرش مع بعض زينه رمضان باذن الله. الفيديو اللي بعد الجاي يعني بكره باذن الله هنزل لكم المطبخ، تنظيفات عميقة في المطبخ والتلاجة وكده، وهفرش معاكم كمان الزينة بتاعت التلاجة يعني المغناطيس اللي عليه شكل فوانيس والكلام ده كله. وكمان هفرش معاكم مفارش التلاجة بإذن الله، ونعمل بقى مع بعض المطبخ، وبعد كده ايه نعلق بقى زينة رمضان ونعمل كده أجواء حلوة قوي بإذن الله هتعجبكم. فتابعوا بقى الفيديوهات الجاية عشان إن شاء الله هتعجبكم. كمان عايزه اقول لكم ما تكسريش بقى، يعني ما تقوليش الوقت ضيق ومش هلحق اعمل تحت السراير ولا فوق الدواليب ولا الكلام ده كله. ما تكسريش نفسك. انا عايزه اقول لكم كنت محبطه ومكسله جدا، بس على اخر لحظه كده انا قلت لا انا هقوم واخلص اللي ورايا. كده كده الايام يعني مش خلاص يعني مش داخلين الجنه اللي هيخلص الاول. لا انا لازم اخلص اللي ورايا عشان اجي في رمضان اكون بقى فاضيه للصلاه وللعباده وطبعا قراءه القران والصيام. طبعا الواحد بيبقى همدان مع طبعا في مدارس ودروس والكلام ده كله. فقلت لا انا لازم اخلص كل اللي ورايا الاول يعني قبل رمضان، علشان انا مش هرجع اشيل تحت المراتب والسرير وكده يعني تاني في رمضان على دخلة العيد. فكده خلاص هي دي يعتبر بتبقى حاجة كده سنوية. بصوا بقى بقية الأوضة عاملة ازاي. طبعا الأوضة أنا كنت منضفاها ومروقاها وكانت خلاص يعني مش عايزه تعمل فيها حاجه، بس انا جاي في بالي لا انا هعمل تحت السرير زي ما عملت اوضه النوم، بحيث ان انا كده ايه اجي على رمضان ما اضغطش نفسي واكون بقى إيه يعني استقبل رمضان السنه دي بحاجه مختلفه. فاهمين اللي انا ما اكونش ضاغطه نفسي في الترويق وابقى شاغله بالي بالترويق بس في رمضان. طبعا زي ما كنتوا شايفين طبعا الجزمه هنا كانت على بعضها. عايزه اقول لكم ان كل اللي في الجزمه ده احنا اصلا مش بنلبسه، كل اللي بنلبسه كنت حاطاه في الغساله عشان انا ما بدخلش حاجه الشقه غير لما تكون مغسوله يعني. فدي يعتبر حاجات زيادات كده عندي والله عايزه اصفيها. بس بقى ايه قلت مش دلوقتي يعني، قلت ايه عايزه انجز وقت معاكم على قد ما اقدر. طبعا لميت لعب العيال كلها كده على جنب، والمفرش القطيفه ده برضو كنت حاطاه بصراحه بيدفيهم جامد جدا بس بهدلوه وقعوا عليه تقريبا شاي بلبن. فقلت هشيله هو كمان اغسله بقى بالمره، وبما ان بقى ايه خلاص اكيد طالوا التراب لان الاوضه دي على الشارع فالتراب طبعا كان مليها هي كمان. فقلت لا اشيله كمان اغسله واغير بالمره. طبعا انا السرير التاني شيلت كل اللي كان تحتيه ومسحت ورجعت كل حاجه تاني بقى في نظافه، وكل حاجه اللي عايزه تتغلف غلفتها. يعني كان في مثلا سماعه اللي هي الصب الصغنن ده برده كان محطوط كده، فقلت لا احطه في كيس واغلفه واحطه عشان يبقى ايه ما يطلوش التراب ولا يتبهدل تاني. كذا حاجه يعني حطيتها في كيس بلاستيك ورصيتهم تحت السرير. برده السرير التاني عملت نفس النظام، برده شلت المرتبه وشلت الملل وشلت كل حاجه من تحت السرير ومسحت ورجعت كل حاجه تاني. بس السرير ده بقى يعني معظمه ازاز وكده حاجات من الجهاز بتاعي يعني. فبرضو ايه رجعت كل حاجه كده على نظافه من غير ولا نقطه تراب. عايزه اقول لكم بجد احساس لا يوصف، يعني تشوفوا الاوضه قبل ما تتعمل تقولوا الاوضه مش عايزه تعمل فيها حاجه والاوضه نظيفه والدنيا تمام، بس بقى لما بتخشوا كده تتعمقوا بقى وتقولوا لا هنعمل من الاعماق بتطلعوا بلاوي. اصلا ان انا عماله اقول التراب ده ازاي كان عايش معايا في الاوض بالطريقه دي. بصراحه يعني احنا كل يوم بننظف وكل يوم روتينات وكده، بس لا التنظيف الاعماق ده بيفرق جدا. عايزه اقول لكم ان بقى يعني سقفه كبيره بقى الملك ولوسيندا، واحلى لايك ليهم علشان هما الاثنين بصراحه اللي ساعدوني في تحت السراير. طبعا محمد ايده متجبسه
انسى وما عملش معايا حاجه المره دي، على طول تحت السراير دي تبقى مهمتي انا وهو. بس المره دي كنت انا ومالك ولوسيندا بصراحه ساعدوني. بصوا هنا كنت بقول لكم اتعودوا بقى على الكوفرته دي، مش هشيلها خالص عشان الجو تراب، بس بصراحه هشيلها يعني، قلت اشيلها بالمره تتغسل هي كمان. هنا بقى مسحت الارض كده، بصوا مسحه من اللي قلبكم يحبها. بصراحه مسكت الاوضه دي يعني خليتها كده بقت فله. مسحت الارض بقى وفرشت الملايات زي ما انتم شايفين، والستاره بصراحه مش هشيلها. قلت اخليها زي ما هي، وهشيلها بقى على نص رمضان كده، اغسل بقى الستاير كلها يعني في تنظيفات العيد بالمره، عشان انا لازم في العيد اغسل الستاير، بحس كده بالبهجه اكتر في غسيل الستاير ده. هنا بقى ايه، ركنت كده الالعاب بتاعه العيله على جنب وعايزه تتفرز، بس قلت مش هفرزها دلوقتي يعني، حاسه ان في حاجه كده متكسره، فقلت لما يكونوا مش معايا هرمي المتكسر عشان ايه ما يقعدوش يشبطوا في الحاجه. هنا بقى فرشت الملايه التانية دي، وبصوا الطقم ده بصراحه بحبه قوي، طري كده وناعم وجميل، وفي نفس الوقت ايه يعني بيدفي من طقمه الملايات اللي هي ما بتطلعش ساقعه يعني. بس كده بقى ايه، قولوا لي ايه رايكم في الاوضه، وتديني بقى كم من 10 لو وصلت معايا لحد هنا. فيديو النهارده مش كبير، فاتفرجي على الفيديو للنهايه، وكمان ما تنسيش تحط اللايك الجميل. وهنا بقى احط لهم كده البطاطين دي، بصراحه البطاطين بتاعه الاطفال دي يعني بحسها بتدفي قوي غير لما احط لهم بطاطين كبيره، فحبيت يعني ان انا افرش لهم الطقم ده. قولوا لي بقى ايه رايكم في طقم البطاطين ده كمان. وبس كده بقى الارض كمان كانت نشفت، فرشت السجاده، وبصوا بقى الدنيا كده بقت فله ازاي. كده الاوضه هنا بقى ايه يعني تستقبل رمضان كده بقلب نضيف، فاهمين انتوا اللي هو ايه، هتستقبل رمضان كده وهي مرتاحه نفسيا كمان. كمان عندي الدواليب يعني الى حد ما رايقه، عايزه بس تظبط حاجات بسيطه بس يعني رايقه. انا كده عملت الادراج كلها، وكمان عملت دروج الكومودين، وعايزه اقول لكم في حاجات كتير اتعملت بس ما صورتهاش يعني، كنت بسكتهم بالتليفون، اللي هو بديهم التليفون عشان يسكتوا واعرف اخلص، فيعني صورت لكم اللي اقدر عليه بس. هنا بصوا بقى الدنيا بقت عامله ازاي. قولي لي بقى شطوره يا بنتي يا نوره، لو وصلت لحد هنا اسمع شطوره يا بنتي يا نوره. ايه رايكم بقى في النظام بتاع الاوضه دوت. وهنا بصوا حطيت كده الالعاب على جنب في الركن ده، هو مكانها بصراحه هو انسب مكان اللي هو المكان ده. فالاوضه دي بقى انا مخليها الفتره دي يعني نقعد فيها كده، ما فاضلش غير حاجه واحده ان انا اعلق زينه رمضان معاكم. وقلت بقى ايه خلي الشقه كلها يوم واحد واكون خلصت كده، فاضل المطبخ، هعمل المطبخ ونعلق مع بعض زينه رمضان. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك للفيديو، ويلا مع السلامه.